Cattle. Colombia holding. حكم وين هتطبنك يا حكم؟ Look at the reaction from حشوم وين هتطبنك؟ no card. لا ريسبكت مالوكاس This is where لا ريسبكت مالوكاس it's to everybody, but you have to keep حكم cool. And Sanchez a yellow card. Morocco are going to end the game with 5 players. Oh, the cards are flying out now. اختتم إلياس المالكي مشاركته في دوري الملوك يوم الجمعة بفضيحة كبيرة بعدما أطلق الشتائم بمجرد خسارة منتخبه أمام كولومبيا ب2-1. المالكي وبعدما أطلق شتيمة الليل عن طيط قام بقطع البث وتكسير المعدات، وقبلها في مباريات سابقة وجه حركات مسيئة بأصبعه خلال بث مباشر يتابعه مئات الآلاف من الأشخاص، مقدما بالفعل قدوة سيئة. نجاحه في التأثير على الشباب بلغ حد تجمعهم أمام منزله في الجديدة، حيث قاموا بتكرير عبارات مسيئة للأمازيغ ابتهاجا بتأهله إلى نصف النهائي، مكررين بذلك عبارات مسيئة أطلقها ضد الأمازيغ وضعته خلف القضبان أشهر قليلة. ويبدو أن شتائم إلياس المالكي مقبولة ويجد من يدافع عنه ويشيد بنجاحه، عكس اليوتيوبر هويام ستار التي وضعت خلف القضبان لمدة 4 سنوات بدعوى تقديمها قدوة سيئة والإخلال العلني بالحياة. لا فرق بين إلياس المالكي وهويام ستار، يقدمان محتوى مشابه قائم على السب والشتم والإهانات والضرب، لكن هناك فرق واحد بينهما: الأول رجل يجد من يبرر أفعاله ويعتبرها مضحكة وعادية، بينما هويام امرأة وكل ما ستفعله لن يقبل به المجتمع.